السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بسكوت العيد بمقادير مظبوطه جدا. هنقول المقادير بتاعتنا النهارده بالكوبايه والجرام، وهنقول كل اسرار وتفاصيل وتكات البسكوت عشان يطلع معاكي ناجح مليون المية، نتحدى بيه اكبر المحلات، وازاي يفضل معانا مقرمش لاخر حبايه فيه. شايفين شكل البسكوت بتاعنا؟ بجد تحفه. يلا نبدا على بركه الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقه التحضير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا في المكونات الزبده، لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. انا بستخدم زبده فرن. مقدار الزبده اللي معايا 550 جرام لكيلو من الدقيق. بمضج الشاي كوبايتين ونص من الزبده ممتلئين وعليهم معلقه طعام. هنشوف المكونات الجافه مع بعض. المكونات الجافه معايا كيلو من الدقيق. انا استخدمت هنا دقيق متعدد الاغراض، وممكن حضرتك تستخدمي دقيق خاص بالكحك والبسكوت. ضفت عليهم كيس بيكنج باودر 12 جرام بمقدار معلقه الطعام الممتلئه، ورشه ملح 1 جرام. معايا 350 جرام من السكر البودر بمقدار كوبايتين الا ربع من السكر بمقدار مضج الشاي. معايا 4 بيضات بحجم كبير بدرجه حراره الغرفه. هنضيف 3 اكياس فانيليا زي اللي انت شايفاهم معايا ده. الكيس الواحد 1 جرام، يبقى 3 جرام فانيليا، وممكن نضيف بدلها معلقه كبيره من الفانيليا السايله. المكونات الجافه بتاعتنا كيلو دقيق، هضيف عليه 50 جرام من النشا اللي هم 5 معالق ممتلئه بمعلقه الطعام او نص مضج من الشاي. فايده النشا ان هو بيديني هشاشه وقرمشه حلوه جدا للبسكوت بتاعنا، بيخليه يحافظ على الهشاشه بتاعته والقرمشه لاخر حبايه فيه. هنجيب الحله بتاعه العجان وهننزل فيها بكميه الزبده اللي معانا. انا هشتغل هنا بالكف لان الكف هيسرع عليا كل المكونات بتاعتنا. طب ما عندناش عجان وما عندناش، ممكن نشتغل بالمضرب الكهربائي او بالهاند بلندر. ما عندناش مضرب كهربائي او الهاند بلندر، ممكن نضيف يعني ناخد المكونات شويه بشويه كده نضربهم في الكب، هتدينا النتيجه المطلوبه ان شاء الله. او ممكن حضرتك تجيبي طبق والمضرب السلك وتفضلي تخفقي فيه شويه كده بالمضرب السلك، هياخد منك وقت بس هيديك نتيجه حلوه. امهاتنا زمان ما كانش عندهم لا عجان ولا هاند بلندر ولا اي حاجات زي كده، كانوا بيضربوا كل المكونات بايديهم وكانت بتدينا نتيجه حلوه جدا. طبعا انا فكيت كده الزبده في الاول، خدتها لفه كده وخليتها كلها تفك من بعضها، وبعد كده ضفت كميه السكر كلها عليها دفعه واحده، وببدا اعلي سرعه المضرب علشان اخفق السكر مع الزبده لحد ما اوصل للقوام اللي انت شايفاه قدامك ده، زي كريمه الزبده بالظبط. تمام. يبقى ضفنا الزبده على السكر لحد وفضلنا نخفق فيهم لحد ما اديتنا القوام اللي قدامك ده، لحد ما افتح لونها كده وبقت هشه وزي كريمه الزبده زي ما انت شايفاها قدامك. هنبدا بقى ننزل الفانيليا بتاعتنا. الثلاث اكياس هنضيف الثلاث اكياس فانيليا 3 جرام، حلو قوي على الكيلو دقيق. وهنضيف البيض بتاعنا. طبعا ضفنا فانيليا عشان احنا هنضيف ايه؟ هنضيف بيض. طبعا الفانيليا هنا بتزيل زفاره البيض. بننزل البيض بتاعنا واحده واحده، واول ما تختفي اول بيضه بننزل بالتانية والتالتة والرابعه وهكذا. طيب لو احنا عايزين نغير في طعم البسكوت بتاعنا نخليه بطعم البرتقال، ممكن نضيف اثناء المرحله اللي احنا بنخفق فيها الزبده مع السكر مع البيض معلقه كبيره من تانك البرتقال، او معلقه او ازازتين من روح الموز، او ازازتين من اسانس اسانس البرتقال، او من اسانس الحليب. تمام. كل الحاجات دي منكهات لطعم البسكوت. وممكن نضيف جوز الهند، يعني نخلي البسكوت بتاعنا بطعم جوز الهند. عايزه حابه تضيفي اسانس جوز الهند مفيش مشكله، حابه تجيبي جوز الهند وتبشريه في قلب الخلاط او في مفرمه الخلاط الصغيره ويبقى ناعم جدا وتضيفيه على المكونات بتاعتنا ويبقى بسكوت بطعم جوز الهند بالزبده وطعم جوز الهند، هيدينا طعم حلو جدا. كل دي اختيارات ليكي زي ما انت حابه. المهم احنا كده خفقنا كل البيض مع الزبده مع السكر مع الفانيليا، وبعد كده اديتنا المكونات كلها بقت مديانه النتيجه اللي قدامك دي. انا كده نزلت كمان بكيلو الدقيق كله دفعه واحده. انا هنا مشغله العجان على سرعه بطيئه عشان خاطر الم بس العجينه. طبعا البسكوت ما بتعجنش، البسكوت بيتلم بس انت يبان قدامك ان المضرب سريع لان انا مسرعه المقطع، لكن انا مشغله على اقل سرعه في العجان. ببدا بس الم كده المكونات مع الدقيق لحد ما تدينا العجينه اللي انت شايفاها. وطبعا بشغل العجان شويه، بشغل العجان وافصله وارجع اشغل العجان وافصله لحد ما تتلم كلها معايا عجينه متماسكه زي ما هتشوفيها دلوقتي. الخطوه اللي جايه دي بقى خليلي بالك منها. ده كده قوام البسكوت المظبوط، بس قوام البسكوت ده مش هيبقى قوام الكيس. قوام البسكوت اللي معانا اللي انت شايفاه ده عجينه قاسيه شويه، عجينه قاسيه شويه. تنفع للمكنه، تنفع لمكنه البسكوت او لبصمات البسكوت، لكن ما تنفعش خالص للكيس الحلواني. يبقى دي كده لو انت هتعملي البسكوت بتاعنا لو هنعمله بالمكنه. تمام.
طب لو هنعمله بالكيس الحلواني هفضيها لك بس في طبق عشان اوريكي بس قوام العجينه. شايفه الاول العجينه بتاعتنا عامله ازاي؟ عجينه لينه ما بتلزقش معانا، متماسكه برضو في نفس الوقت، تحسيها انها مفتحه كده من بعضها. هي دي عجينه البسكوت الناجحه. طيب رجعت انا العجينه بتاعتي تاني العجان، وضفت عليها 5 معالق من الميه اللي هم بمقدار ربع مضج من الميه، ومشغله العجان برضو على سرعه بطيئه جدا عشان بس الم العجينه بالميه عشان تديني عجينه سلسه طريه بتلزق معايا سنه بسيطه، ودي هتكون سلسه جدا في قلب التيب دي علشان اشتغل بالتيب للي ما عندوش ايه، للي ما عندوش عجان. شايفه قوام العجينه عامل ازاي؟ عجينه طريه جدا وبتلزق معانا في الايد. تمام. طبعا احنا هنشتغل بقى بالعجينه بتاعتنا على طول، مش هندخلها التلاجة ترتاح ولا اي حاجه، لان احنا لو دخلناها التلاجة هتتماسك الزبده، هتتماسك ومش هنعرف نشتغل بيها في الكيس الحلواني. اول ما تخلصي على طول في الكيس الحلواني لو هتشتغلي بيه اشتغلي على طول، لكن لو بتشتغلي بالمكنه ممكن مفيش مشكله، بعد ما تخلصيها تسيبها ترتاح شويه في التلاجة وتطلعيها تشتغلي بيها مفيش مشكله بالنسبه لمكنه البسكوت. اما كيس الحلواني لا، نشتغل على طول عشان العجينه العجينه ما تتمسكش، وخصوصا لو احنا كمان في الجو الساقعه. انا برضك لسه بوريكي العجينه، ان العجينه لينه جدا وطرينا معايا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. ده كده قوام العجينه، قوام البسكوت الناجح جدا. هنشتغل النهارده بالكيس السيليكون. الاكياس دي موجوده عندي جميع مستلزمات الحلواني ورخيصه جدا مش غاليه. ده التيب بتاع البسكوت اللي انا هشتغل بيه. نخلي بالنا من رقم التيب، انا بشتغل هنا ب 3 دي. 3 دي ده رقم التيب. 3 دي قولي للمستلزم بتاع مستلزمات الحلواني انا عايزه تيب 3 دي. 3 ده الحجم بتاعه دون اللي هو قد حجم المشط بتاع المكنه بتاعت مكنه البسكوت، عشان في امشاط بتبقى صغيره جدا. طبعا الصاج بتاعي انا مش دهناه اي حاجه، البسكوته بتاعتنا واخده الكميه بتاعتها من الماده الدهنيه مظبوطه جدا، فمش محتاجه ان انا ادهن البسكوت اي حاجه. شايفه بقى بتنزل معايا بسلاسه ازاي من التيب ازاي، وببدا اسوي كده الاطراف بايدي. هنعمل كده كام واحده مع بعض عشان بس تتضح فكره البلبله والكيس. انا ببقى رافعه المشط بتاعي، ما بيبقى يعني المشط بيبقى مرفوع بالشكل ده، وبضغط على الكيس السيليكون فبتنزل معايا بكل سلاسه، وابدا اسوي الاطراف كده بايدي عشان تبقى متساويه معايا. طبعا حجم البسكوته او طولها زي ما انت عايزه، انت اللي بتتحكمي فيها بضغطتك للكيس، وانت اللي بتتحكمي فيها لما بتيجي تمشي كده وتعملي طول البسكوته. يعني انت اللي بتتحكمي في حجمها، في السمك بتاعها، يعني بضغطتك للكيس، وبالطول في الطول بتاعها. وابدا بردك زي ما انت شايفه كده عملناه قدامك كده، وببدا بردك اسويه بايدي كده عشان تبقى متساويه. هنعمل كده شكل مع بعض اللي هو شكل زجزاج كده بتاع البسكوت بالشكل اللي انت شايفاه ده. بفضل رايحه جايه كده بالتيب لحد ما اديني شكل الزجزاج اللي قدامك ده. بصراحه هما تشكلوا معايا بسرعه، يعني هو الكيس بياخد وقت بصراحه ومجهود، المكنه بتكون سريعه معايا والكيس بياخد وقت ومجهود بس بيديني نتيجه حلوه برضو. تشكلوا معايا بسرعه يعني برضو ايه، ما خدوش وقت برضو، يعني هي بتاخد مجهود بس في ضغطتك على الكيس، لكن هي ما بياخدش مننا وقت، بتشكلوا معايا بسرعه ونتيجه مضمونه وسهله وبسيطه. ولو ما عندكيش مكنه يعني التيب مش مكلف، التيب ده مش مكلف، كنت فاكره ان انا جايباه في حدود 25 جنيه او 20 جنيه حاجه زي كده. عملنا برضو واحده كده شكلها زجزاج حلو جدا. طبعا التيب ده ممكن نعمل منه اكتر من شكل البسكوت، بس انا اختصرت لك الموضوع في شكلين 2 علشان ننجز مع بعض. تسويه البسكوت بقى، تعالوا نتكلم عن تسويه البسكوت. طبعا اولا الكيلو دي عمل لي كميه حلوه جدا للبسكوت، عمل لي 5 صاجان ممتلئين من الصاج اللي قدامك ده اللي هو 30 في 40. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجه البسكوتات جميع انواع النواعم بتدخل الفرن على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200، تدخل في الرف الاوسط. لو عندك البوتاجاز بيشتغل من الاسفل ومن الاعلى، يعني بيشتغل من اسفل البوتاجاز وبيشتغل مع الشوايه، شغال الاتنين مع بعض بشرط مع المتابعه المستمره، لان البسكوت من الحاجات اللي بتستوي بسرعه وتاخد لون. تمام.
يعني ما بيكملش كده 10 دقايق في الفرن. المهم انك انت تتابعيه كل شويه وتبصي عليه. طيب لو البوتاجاز بتاعك ما بيشتغلش شوايه مع الفرن، يبقى هنشغله فرن بس من الاسفل، ولما ياخد لون هنطفي، ولما يستوي القاعده بتاعه البسكوت هنطفي عليه، ونرجع تاني نشغل عليه الشوايه ياخد لون. تمام. وده كده شكل البسكوت بتاعنا، شايفه بجد شكله تحفه جدا. انا هنا بس بصور لك البسكوته بزاويه تانية ازاي هو نازل من التيب بكل سلاسه، والموضوع سهل جدا وبسيط. ده كده الصاج التاني، بجد تحفة. يعني واحنا بنعمل البسكوت كده بنفتكر الزمن الجميل بتاع والدتي ووالدتك وجدتي وجدتك، لما كلنا كده كنا بنتجمع ونبدأ نعمل البسكوت مع بعض. ده كده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. طبعا ما نقدرش نحرك البسكوت وهو ساخن خالص في السجون، لازم يبرد خالص وبعد كده نحركه براحتنا. انا بوريكي بس شكل البسكوت عامل ازاي، بجد تحفة. وريحته كانت قلب البيت، يعني ريحته كانت قلب عندي المكان، وطعمه ولا في الخيال، والله انضف من اي محل ممكن تشتريها منه. شايفه البسكوته بتتكسر معانا بكل سهوله ازاي؟ شايفه؟ ده دليل على نجاحها. مع كوبايه شاي بقى كده وتسقسقي بيه، يا تحفه. او كوبايه شاي بلبن او كوبايه نسكافيه. لو هنحفظ البسكوت بتاعنا هنجيب العلب البلاستيكيه اللي زي كده، طبعا لو عندك علب اكبر من كده مفيش مشكله، وابدأي رصي فيها البسكوت زي ما انت شايفه كده. ممكن ترصيه فوق بعضه زي ما هو كده، وممكن تحطي بين كل طبقه والتانيه قطعه من كيس البلاستيك او ورقه من ورق الزبده. تمام. وبتحفظيه على كده. طبعا انا كده انتهيت من الوصفه بتاعتنا، وده شكل البسكوت بتاعنا. لو عند حضرتك اي سؤال عن النواعم اسأليني في التعليقات او من خلال صفحتي في الفيسبوك. وانا كده نكون انتهيت من الوصفة، اتمنى انها تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، دعمكم شرف كبير ليا. وكل سنة وانتم طيبين، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.